كانت هناك سيدة أرملة لديها ابنة فائقة الجمال. تقدم الكثيرون لخطبة ابنتها، لكنها كانت قد حددت مهرها ب5 ملايين، ولم يستطع أحد دفع هذا المبلغ، كما أنها كانت ترفض التنازل عنه. أعجب شاب بتلك الفتاة وأغرم بها. الآن سيمنعك إبليس من كتابة يا الله. تغلب عليه بوضع لايك واستغفار في التعليقات، واشترك في قناتي. ففعل كل ما بوسعه حتى جمع 3 ملايين، ثم أخبر والده برغبته في الزواج منها، وأوضح له شروط أم الفتاة وأنه لا يملك سوى هذا المبلغ. فقال له والده: لا بأس يا بني، لنذهب إلى تلك المرأة. قال الابن: لكنها لن تقبل بأقل من 5 ملايين. رد الأب: تعال معي لنرى الأمر. وذهبا إلى بيت الفتاة. قال والد الشاب لأم الفتاة: أتمنى ألا تقاطعيني حتى أنهي حديثي. ابني يريد الزواج من ابنتك، وهذا 1,000,000 مهرا لها. أجابته الأم بانزعاج، ولكن فقاطعها قائلا: قلت لك لا تقاطعيني حتى أنهي حديثي، وهذا 1,000,000 آخر مهرا لك لتكوني زوجة لي. ابتسمت الأم ابتسامة عريضة وقالت: على بركة الله، مبارك لنا ولكم. وحين سألها الجيران عن سبب تنازلها عن المهر الذي حددته ب5 ملايين، أجابت وهي تبتسم: سعر الجملة يختلف. وعندما سأل الشاب والده عن 1,000,000 المتبقي، قال له: نبقى نراضي بأمك. وإذا وصلت إلى هنا فاستغفر ربك وصل على النبي في التعليقات.